متابعينا الكرام، في الآونة الأخيرة لا حديث داخل الرأي العام في حضارة الجزائر إلا عن مرض الإيدز، مرض فقدان المناعة المكتسبة. وهذا المرض بطبيعة الحال من بين أهم المسببات ديالو وهو الدعارة. نعم متابعينا الكرام، شفت بزاف ديال الفيديوهات، بزاف ديال الجزائريين داخل حضارة الجزائر كيتكلموا على انتشار خطير جدا لهذا المرض في الجزائر، وطبيعة الحال يدقون ناقوس الخطر. ونظام حضارة الجزائر راه كيقلب على البوليزاريو، كيقلب على بن بطوش فينا هو، ويعادي المغرب ويقابل المغرب، في حين ان الداخل ديالو يغلي على جميع المستويات، ليس فقط بسبب انتشار الايدز، وانما كذلك الايدز ولا السيدا، وانما كذلك حتى فيما يتعلق بالطوابير والامور الاقتصاديه والاجتماعيه والمواد الغذائيه. كل هذه الامور نظام حضاره الجزائر مخليها على جنب، وجالس حاضي المغرب وحاضي شنو كيدير المغرب، والمغرب طلع والمغرب هبط، ومرتزقه البوليزاريو. فهذه المساله ما تجيكمش غريبه. علاش؟ لان في حضاره الجزائر كما هو معلوم الدعارة راها مقننة، وهذه المسألة تكلمنا عليها مرارا وتكرارا ودرنا عليها سلاسل ديال الحلقات، حتى فيما يتعلق بالتاريخ في العهد الفرنسي والعهد العثماني، وكيفاش كانوا كيتعاملوا مع الجزائريين في مدينة الجزائر فيما يتعلق بهذا الموضوع، بلا ما ندخلوا في التفاصيل. لكن ماذا تنتظرون من نظام يقنن هذا المجال هذا حتى داخل الثكنات العسكرية بالاسم اللي كتعرفوه باسم أنيطة، نظام أنيطة داخل الثكنات العسكرية، اللي هو دعارة مقننة داخل القواعد العسكرية الجزائرية؟ فماذا تنتظرون؟ ماذا كنتم تنتظرون غير هذه النتيجة؟ انتشار خطير لمرض السيدا داخل حضارة الجزائر. فبكل بساطة لأن النظام الجزائري هو الذي يسمح بهذه الأمور، هو الذي يسمح بممارسة هذه الأمور ويقنن هذه الأمور ويتعامل بهذه الأمور، وكذلك حتى سكان حضارة الجزائر في يعني الخطاب ديالهم والكلام ديالهم في كل ما يكتبونه ضروري ما تلقى شي حاجة متعلقة بالدعارة، ضروري ما تلقى شي حاجه متعلقه بهذا المجال، فمهم خانز بهذا المجال، هضره جوج يجبد لك الدعاره وما عرف شنو وكذا وهذه والروينه، يعني امور بالنسبه اليهم عاديه، هم عايشين مع هذه الامور، يتعاملون مع هذه الامور، فيما ان باقي البلدان تعتبر هذا المجال هذا مجال محرم، مجال ممنوع، اجرامي، كذا كذا كذا، يعني دول تحارب هذا المجال هذا، في حين ان حضارة الجزائر يقننون هذا المجال هذا، بل يتعاملون به حتى داخل المؤسسة العسكرية، داخل القواعد العسكرية يقننون هذا المجال. وراكم عارفين بطبيعة الحال أنيطة وما فيها، والأمور موثقة بالصوت والصورة، ويعني هناك العديد من الأدلة في هذا الصدد. إذن انتشار هذا المرض هذا داخل حضارة الجزائر مجددا خصو يفرض علينا نحن في المغرب على أننا نشددوا التعامل مع الجزائريين. راه اليوم عاوتاني في الصباح راكم شفتوا خبر ديال اعتقال جزائري كان باغي يدخل المغرب، وهو كان يريد تهريب أسلحة، مسدس مع ذخيرة ورصاص وسلسلة مضادة للرصاص وما إلى ذلك. دابا هادو كيلقاو سهولة على أنهم يدخلوا المغرب، ولا ما كيلقاوش يعني الفيزا وما إلى ذلك، فاللي كيرتكب شي جريمة مثلا في يعني الدول الأوروبية كيجي يتخبى عندنا. وهذه المسائل بطبيعة الحال شحال من مرة شفناها، كيجيو للمغرب كيتعتقلوا، لأن بطبيعة الحال الأجهزة الأمنية في المغرب راه ماشي هي الأجهزة الأمنية في يعني أوروبا، بعض الدول الأوروبية اللي هي متهاونة في يعني القيام بمهمتها، فبالتالي يلاه كيدخلوا المغرب كيتشدوا هنا وكتسلموا للانتربول. وهذه المسألة شفناها يعني خلال هذا الشهر فقط، شحال من جزائري تعتقل في المغرب قام بجريمته في فرنسا، وكيسحب لي غادي يجي يتخبى هنا وما إلى ذلك. الآن عندنا هذا المشكل ديال السيدة بطبيعة الحال اللي كاين في حضارة الجزائر. علم الله نظام حضارة الجزائر كيفاش غادي يحاول على انه يستغل هذه الامور، فبالتالي لابد من تشديد المراقبه على الجزائريين ايا كان، سواء جا من اوروبا ولا جا من حضاره الجزائر عن طريق يعني خط غير مباشر ولا يعني شي حاجه من هذه الامور. فبالتالي نحن نتمنى في المستقبل على ان تكون هناك او يكون هناك نظام تاشيره صارم جدا على الجزائريين، لاننا ما بقى ما يتعجب، وما عمر كان شي حاجه كتعجب عند الهوكيين ولا عند حضاره الجزائر، ولكن اليوم الامور تزداد خطوره، وحضاره الجزائر هي ذاهبه للانفجار. وحينما ينفجر الوضع داخل حضاره الجزائر راه نحن لن نسمح باستقبال الاف اللاجئين الجزائريين عندنا في المغرب، راهم غاديين لهذا المصير، غاديين لهذا الطريق، شحال ما بقاو غادي يوصلوا ليها، غادي يوصلوا لعشريه سوداء جديده، وغادي تكون مدمره بكل ما تحمل الكلمه من معنى، لان الفساد اللي هو منتشر، فساد اخلاقي، فساد على المستوى النظامي،
النظام، فساد على المستوى يعني المؤسسات، فساد على جميع المستويات، غادي تخلي نظام حضارات الجزائر يطيح ويدخل في الحيط. وبالتالي حينما يصل لهذه المسألة ديال الانفجار الداخلي في حضارة الجزائر يجب أن نكون مستعدين. ومن بين أهم الأمور اللي خصها تفرض الآن وهو فيزا صارمة، تأشيرة صارمة على الجزائريين، تشديد المراقبة على الجزائريين، لأن لا ثقة في هؤلاء أيا كانوا، مهما يعني كانت الاسم ديالهم، ولا مهما كان المكان اللي جاوا منه، سواء من الدول الأوروبية ولا من حضارة الجزائر بطريقة غير مباشرة. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.